السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في الرحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. اللي متابعينا من زمان يمكن شافوا المنظر ده قبل كده، بس احنا بنقول لو كان المنظر واحد بس اللي جوه الكرتونة ده بيختلف. زي ما احنا عرفناكم ان الكرتونة شكل واحد بس اللي جواها بيختلف من شركة لشركة ومن مصنع لمصنع ومن تاجر لتاجر، وبفضل الله احنا بيكون عندنا جميع الأنواع وجميع الأشكال. وطبعا بنحاول ان احنا نجيب لكم كل جديد، بحيث يبقى العروسة اللي بتجهز نفسها من عندنا تكون يعني متميزة بين كل العرايس اللي حواليها. نبدأ كده مع بعض. كنا اتكلمنا قبل كده عن الكرتون المصري، النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الكرتون المصري اللي اعلى منها شوية. لو حضرتك حابة تجيب للمطبخ حاجة 42 قطعة هيملوا معاك المطبخ كله. هنبص كده هنلاقي الكاس الازاز ابيض. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوفه ويشوف احنا كنا بنتكلم ازاي عن الكاس المصري. هيلاقي الكاس البياض اللي في الازاز ده ما كانش كده. هيلاقي طبعا دي من مواصفات الكاس المصري. اللي لسه ما شافش الفيديو امبارح يخش يشوفه، او اول امبارح يخش يشوفه، عشان خاطر هنفرق ما بين جميع انواع الكاسات. لو بصينا دي برضو من مواصفات الكاس المصري، اللي هو الفاصل اللي بيكون موجود في قاعدة الكاس. بس دوت كاس ابيض زي ما حضراتكم كده شايفين، كاس ابيض وشكله جميل. لو بصينا اهو كاس ابيض شكله جميل. من فوق ذهب، التاني ما كانش ذهب، كان حاجه اسمها برونز، يعني ما كانش خامته عاليه قوي. دي طبعا بتكون 42 قطعه. زي ما عرفناكم قبل كده، لما تيجي تتفرج على الكرتونه ديت ما تتفرجش عليها او على الكاسات بس، لان بيكون فيها مخلط. لو بصيت ادي دي كوبايه مصري عاديه اهي، ما فيهاش لا ختم ولا اي حاجه. اتفرجوا كده، بس اللي عليها دوت ذهب. والازاز شكله جميل. الازاز شكله طبعا احسن من المصري العادي، لان في مصري عادي. ادي دي القهوه بتاعته لو بصيتوا حضراتكم. دي طبعا بيكون فيها تاني طقمين ميه وطقم كاسات والكوبايات بتاعه القهوه. نخش بعد كده للكرتونه اللي بعديها، وديت الكرتونه التركي. بس احنا كنا شفنا قبل كده التركي الشفه العريضه، ديت تركي شفه خفيفه، ودي طبعا بيكون سعرها اقل شويه. برضو اللي سمع الفيديو بتاع الكرتونه ديت اللي فات هيلاقينا مطلعين كاس مختلف عن دوت. الكاس طبعا كان سعر الكرتونه التانية دلوقتي بيعدي ال1000 جنيه. ديت كرتونه تركي كامل سعرها 865، دي سعرها 465. طبعا زي ما احنا قلنا لكم قبل كده، لما تيجي تتفرج على الكرتونه دي بالذات واطلع لك الطقم دوت، ما تمشيش ولا تاخد الكرتونه وتشتريها وخلاص. لازم تبص على طقم الكوبايات وتتاكد ان هو تركي، عشان خاطر بيكون في تركي مخلط وبيحط الطقم دوت تركي، وطقم كمان تركي، والباقي كله بيكون مصري. لو بصينا هنلاقي جودة الازاز انضف. ادي طبعا بالختم التركي. لو بصينا هنلاقي برضو القهوة نفس النظام بالختم التركي. الكوباية اللي هي المشهورة بتاعة التركي. نخش بقى على الجديد، وطبعا زي ما انتم عارفين ان الرحماني عنده كل جديد. اتفرجوا كده بقى معايا، كرتونة 42 قطعة فاميه تركي كامل. اتفرجوا كده على الجمال. طبعا ده الشغل الجديد، تركي كامل كاملة فاميه 42 قطعة زي ما حضراتكم كده شايفين. المفاجأة كمان مش بس في كده، المفاجأة كمان مش بس في كده. اتفرج كده معايا على طقم القهوة الجميل. القهوة يعني اللي هو مش المعتادة اللي بتيجي في كل طقم، يعتبر من الاماكن المتفردة، يعتبر اللي بتجيب الطقم دوت. حضراتكم شايفين طبعا الاطباق في كل الاطقم مش بتبقى تركي. طبعا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. لو بصينا كده الختم تركي، الكوبايه فاميه. الطقم ده كمان فيه 3 تطقم كاسات، فيه 3 تطقم كاسات. يعني الكوبايه اللي هي الفيروز ديت او الهافانا او البوب ما بتبقاش موجوده فيه، بيبقى معاه 3 تطقم كاسات. ودي برضو حاجه كويسه في الكرتونه. لو بصينا كده اهو، بصوا طقم الكاسات الجميل، الكاس الطويل تمام تركي برضو. طبعا اللي لسه مش بيعرف يفرق ما بين الكاسات التركي، لان التركي انواع، يخش طبعا يشوف الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول ان شاء الله.
طيب الجديد بقى برضو يعني من الحاجات الجديدة الجميلة، بص كده، ده بقى الجمال. يعني الكرتونة ديت في ناس بتختلف هتحطها في النيش ولا في المطبخ. دي برضو بتكون تركي كامل. الكرتونة اللي هي الفامي دي سعرها 1075. ديت تركي كامل. شايفين المذهب نازل لحد فين؟ مذهب بالحفر بتاعه. ادي كده الكاس تركي كامل. قلت لك لما تسمع كلمة تركي ما تاخدش الكرتونة وتمشي، لازم تشوف الباقي. ادي الكرتونة اهي، نبص كامل. يعني يعتبر نص يعني ربع الكوباية وربع الكاس بيكون مذهب، ودي طبعا حاجة جميلة جدا بتشيك النيش. من افضل التعليقات اللي جات لنا على الكرتونة ديت واحنا بنتكلم، الكرتونة دي تتحط في النيش ولا تتحط في المطبخ. فهي العميلة اللي كانت موجودة قالت ده يتحط في قلبي. يعني الكرتونة ديت فعلا زي ما قالت تتحط في القلب، لان هي حاجة مختلفة. ولو بصينا برضو القهوة بتاعتها مختلفة. يعني القهوة برضو تركي بس مختلفة، مش زي القهوة او اللي بتكون معتادة في كل الكراتين. بنكمل برضو الكرتونة على نفس النهج، بتكون كلها نفس النقشة. يعتبر ربع الكوباية او ربع الكاس بنفس الشكل، وده طبعا حاجة بتميزها جدا. نراجع تاني الاسعار. 1075 للكرتونة اللي هي ربعها، يعني يعتبر ربع الكاس دوت، يعتبر تلت الكاس. طبعا الكوبايه طبعا وكل حاجه بتكون نفس النظام. سعرها 1075. الفاميل كامل بكوبايه القهوه الرهيبه الجميله اللي حضراتكم شفتوها وثلاث تطقم كاسات دوت سعرها 1075. التركي اللي هو شفه خفيفه، اللي هو يعني الذهبي بتاعه مش كامل برضه عشان خاطر تعرفوا الفكره او تفهموا يعني ايه الشفه الخفيفه دي. دي بيكون سعرها 865. المصري العالي اللي هو مش محطوط هنا برونز، لا ده محطوط ذهب، وشكل الكوبايه صافي. يعني حضراتكم شايفين صفاء الكوبايه. لو شفتوا الفيديو التاني هتلاقوا في مصري رديء، يعني مصري الجودة الازاز بتاعته مش كويسه. دي سعرها 465. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.